ما انا ما باخدش كورتيزون، بس انا عارف ان انا عندي ديفيشنسي طبعا، ما فيهاش كلام. اصل انت يا باشا، دي مسلمه من ضمن المسلمات، بس مش شرط تحتاج ان انت تعوض تريبليس. فاهم؟ اصل وجود الم الشوكه العظميه، وجود الم السياتيكا، ووجود الم الاسنان اللي هو بيقول لك حساسيه الاسنان، لا ده ترايجيمينال. ده حساسيه الاسنان دي عباره عن التهاب حاد في العصب الخامس. يعني انت كيب ان مايند، مفيش حاجه اسمها اسناني بتنقح عليا. انت عندك خلاص يا صبري، ما انا فتحت تاني يعني، بقى ارجع تاني كده وقول لي مساء الفل ازيك يا راضي، ايه الاخبار؟ فتحت خلاص يا باشا، فتحت. هو الصوره على الفيسبوك احسن طبعا، لان هو الوقت ده وقت الغروب، فانت الشمس قدامها شويه وهتختفي تماما، فانا قلت الحق قبل البتاع عشان خاطر الجو كان حر شويه. وبعدين مش همسح العدسه والله ماسحها، ده يا حبيبي النور بقى، ما انا هعمل لك ايه؟ وبعدين احنا بنصور دلوقتي قصص الانبياء، فبتلاقي حواليهم ايه؟ نور كده، عارف النور ده ماليش ذنب انا فيه. فاهم؟ انا ماليش ذنب في النور ده، النور ده رباني مش بتاع. بقول لك انت بتصور قصص الانبياء، فاهم؟ فتلاقي ايه؟ في هاله كده. بس يا منال يا بدوي، بقفل الستاره مش هشوف حاجه. المهم انت تسمعي الصوت وخلاص، طالما سمعت الصوت شكرا يا وسيله، اشكرك يا حبيبتي. ابو الله رباني بالظبط. ايه ده؟ المهندس صبري بدر ده صاحب مزارع العجول. مونتي فرج، صباح الفل على برج الخليج، صباح الورد يا باشا، صباح الورد. مفيش حاجه اسمها كرات الدم قليله حضرتك، انا حر، انا كجسم انا شايف احتياجاتي، انت اللي حطيت لي ريفرنس. عشان كده في ناس كتير بتتعالج بدون امراض، يعني هو يقول لك انا عندي خلايا الدم البيضاء عندي 2.3 من 10، 2.8 من 10. يا باشا حضرتك جسمك ما ينفعش ادخل بيتكو، ما ينفعش ادخل، شكرا يا يسرا، ما ينفعش ادخل بيتكم واقول لك انت حاطط ليه الكومود هنا، ما ينفعش اقول لك الجزامه تبقى المفروض تبقى ورا الباب، مش قصتي. حضرتك انت مسؤول عن بيتك، عن نظافته، عن كيانه، عن بقائه. تمام؟ انا هعرض لكم، يعني انا هعرض لكم دراسات، كان يعني في دكتور من اساتذتنا والناس، وانا احسبه راجل محترم على قدر ما اوتي من علم، وانا هعرض الدراسات اللي هو بيطرحها عنده في صفحته، ركز معايا. ازاي بيعملوا دراسه على عيان اورام ويقول لك احنا العلاج الموجه بلس العلاج الكيماوي ادانا سرفايفل ريت. يعني ايه يعني معدل بقاء. تخيل انا بكلم الانسان على معدل بقائه 5 سنوات او 10 سنوات، هو ما كلمنيش في صحته، ما كلمنيش في عافيته، هو بيكلمني ان الدواء ده اما حطيته فوق بروتوكول العلاج المتعارف عليه من كيماوي بيحسن استجابة الجسم للكيماوي، بيحسن استجابة الجسم للإشعاع، بيحسن مش عارف، وبعدين ويديك نسبة بقاء 5 سنوات 47% أكتر. إيه ده؟ إيه ده؟ هو حضرتك بتعاملني بالعداد؟ يعني أنا عشت كام سنة بعد الكيماوي وبعد الجرعة اللي أنت بتديها لي؟ يعني انا بالنسبه لك عدد في لستة حاله عاش ولا ما عاش؟ يعني حضرتك اللي بيديك كيماوي ما شافش بقى، سيبك من موضوع حجم الورم وانتشار الورم، وصل الورم جه عشان انت مناعتك ضعيفه، مع ان دور برد قد كده، يعني فيروس لا يرى الا بالميكروسكوب الالكتروني، انت جسمك شافه وتفاعل معاه ورد بالتهاب حاد واحتقان في الزور وتضخم في الأغشية المخاطية وارتفاع في درجة الحرارة وضربات القلب، معدل النفس، وزود عندك خلايا الدم البيضاء، تفاعل التهابي. تمام؟ ومع ذلك يقول لك اصل انت مناعتك ضعيفه. اذا كان مناعتي شافت الفيروس وشافت البكتيريال امبالانس، شافت اللي حصل فاتدخلت وراحت هجمت وعملت اورام ولمت ناس، وبعد كده حضرتك تيجي تقول لي اصله ما شافش الورم، اصل الورم متخفي، اصل الورم لابس طاقيه، ورم يبقى 10 سنتي قد البرتقانه، يعني ورم قد البرتقانه ما تشافش
ورم في صدري، يعني لو مسكت صدري ده وفعص يقول لك اصل وهو بيشيل الورم وقع منه فتفوته فقامت مزروقه. يا باشا انت ليه متخيل الاورام انها زرع عشطاني؟ زرع عشطاني. فانت جسمك جسمك ما حاربهاش حتى بانتي بادي. مفيش جسم مضاد مسكناه قفشناه ضد هذا الورم. مفيش خليه لقيناها بتهاجم الورم ده. ده حتى الورم بيجي بينلس، بدون بين، مفيش الم، لانه نسيج طبيعي ما طلعش يعمل الم. فالدكتور يقول لك احنا اتفاجئنا، اصل مشكله الورم ان بيجي من غير الم، ومن غير جهاز المناعه بتاعك ما بيشوف، ومن غير اي حاجه. ده خبيث. فهذا الورم الخبيث هينتشر بقى دلوقتي يا باشا. هو ليه خطه انتشار، هو اتخلق، ربنا خلقه عشان ينقذ، وليه خطه انتشار وسبل انتشار. يعني ايه سبل انتشار؟ يعني بيطلع ينتشر في الدم، ينتشر في الاوعيه الليمفاويه، ينتشر يعدي على معاقل المناعه، معقل. يقول لك اصل انت عندك مشكله في التي هيلبر سيل، الخلايا التئويه المساعده. شكرا يا ام عيسى. ام عيسى بتقول انت انقذت حياتنا انا يا دكتور. اشكرك يا ام عيسى. نيرد with not life with no life. طب هي المفروض تبقى without life. لو انت بيقول لك انت عامل حالك دكتور انت مش فاهم حتى تكتب اسمك ازاي. نيرد with no life، لا without life، مش حاجه اسمها with no life. دي جراماتيكالي غلط اصلا. روح بقى راجع اسمك وبعد كده تعال بص. ده بقى اللي مش عارف يكتب اسمه بالانجليزي يقول لك انا بتحداك بمناظره. هو انا يالا فاضي اناظر اي حد معدي كده؟ انا ضياء العوض يا ابني، اسال عليا الاول. تسال عليا الاول قبل ما تقول كده بتتحداني. اكبر منك يا ابني ومستخبيين. يخرب بيتك. قال بقى استغفر الله العظيم. اريد ان ازورك في العياده في شهر سبتمبر، هل يمكن ان اخذ موعد؟ لا، لان انا بظروفي، انا بمزاجي، ما بقعدش على طول انت رائع، دعيت لك في مكه. اشكرك. انا ما عنديش ذباب هنا الحمد لله. حضرتك نحافه الوجه ماشي، يعني نحافه الوجه مش دلاله على مرضك. انا عايز اعرف بس هي نحافه يعني شكلها مزري؟ بقول لك انا بروفيسور بدي اناظرك يا ابني. بروفيسور مفيش بروفيسور يكتب with no life، ما ينفعش بروفيسور يكتب كده. فهمت؟ انت غلطان في العنوان. هو مش فاهم، مش عارف هو اصلا اسمه الحقيقي ايه. في واحد بيبيع لحمه مش بتتعب. ركزوا في الكلمه دي. شيري جرجس، خلي بالكم يا جماعه. الاستاذه شيري جرجس دي واحده فاهمه، واحده فاهمه. بص بتقول لك ايه؟ في مكان بيبيع لحمه جميله ومش بتتعب. بصي انا مستعد معاكي. ابعتي لي دلوقتي، ادخلي سيبي رقمك في المسجز. ايه هتكلمك. ايه قاعده معايا بتتفرج معايا دلوقتي بالمناسبه. فهي هتسجل تليفونك وهتكلمك. انا موافق. انا اي مكان هيوصلني للي انا عايزه انا هعمله. ما عنديش مشكله. خلاص. ففي حد كان باعت لي فيديو لحد بيتكلم على النكهات، وان في شركه مسؤوله عن الفليفرز الصناعيه اللي موجوده في بتغطي معظم الشركات المنتجات الغذائيه زي ماكدونالدز وكنتاكي وزي نسله وزي بتاع، وازاي هي فيها خلايا اجنه، وازاي الحاجات السوسيس والحاجات دي بيتحط فيها جزء من الخلايا البشريه، وازاي خلايا. شكرا يا عزه، اشكرك. سيبيه يا بابا، هو هيفهم غلط يعني. وازاي وصبري بدري بيقول انا عندي ضاني محترمه واتحدى اي حد بيها. والنبي يا باشا ما تتحداش اي حد، يعني فاهم؟ سيبها للتجربه، سيبنا نجربها، سيبنا نعمل لها تجربه مع الشوربه، سيبنا نشم ريحتها، سيبنا نشوف تاثيرها على جسم الانسان. يعني ما تعاملنيش استاذ امين فرحات بتاع شو. خلاص فعلا انا بتاع شو. اللي يعرف يعمل شو زي يا باشا يطلع يعمل شو. انا موافق. افهم يا بيه باشا، انا موافق على ده. انا بتاع شو فعلا، انا بتاع شو.
صح، انت عندك حق، وجامد في ده، وجامد في ده، وجامد في الشو، وبعرف اتكلم، فهمت؟ بعرف اتكلم وبعرف وعندي بيان عالي، ماشي، وموافق ان انا بتاع شو، ولعلمك انا طلعت عشان انا بتاع شو. ومش هقول لك واحد ولا اتنين بقى مشوا ورا كلامي، لا ده كتير، ده كتير بقى. هو الشو ده جه دخل في دماغهم، عجبهم الشو. اللحمه ما اتمنعتش، اللحمه فيها مشكله، واحنا شميناها في شربتها عندي في بيتي. اللحمه الجملي، اللحمه الضاني، اللحمه الكندوز، البتلو، اللحمه المصري، اللحمه المستورده، جربت برازيلي، جربت جنوب افريقي، انا جربت كل اللحوم الفتره اللي فاتت، شميتها. ما حدش يقول لي ما بتتعبش، لا. لا البرازيلي ما اعرفش، البرازيلي المجمد، انا شفت البرازيلي لحمه برازيلي اللي هي بتيجي مبرده دي، ريحتها بتبان في الشرب، اكنك يعني رشش فيها حاجه مش كويسه، فيها ريحه مبيد، ريحه جاز، ريحه جاز، خلاص، ريحه جاز. الاكل ده مش مناسب، الاكل ده مش مناسب لجسمك، الاكل ده تاكله تتعب. انا حبيبي انا بخاف عليك، حبيبي عزيزي، بنصبح عليك. احمد حمدي يقول لك باكل تونه بدل اللحمه، موافق. على فكره التونه على قد ما فتلتها تخينه، يعني التونه على قد ما فتلتها تخينه لكن هي ارحم من اللحمه. لو انت خسيت باجهاد اعرف ان لو انت خسيت باجهاد اعرف ان نظام اكلك غلط. لو خسيت وتحت عينيك مسود اعرف ان اكلك غلط. لو فقدت وزن ودلدلت اعرف ان اكلك غلط. ياسمين قاعود بيقول لك حصل بالظبط. شكرا يا حسام يا جندي، اشكرك. لو سمحت احكي عن اليقطين، احكي عن انا ما اعرفش اي حاجه عن اليقطين. في قصه عايز احكيها لك، لو قصه معبره، لو قصه معبره احكيها عادي، لان خلي بالك، ماشي، لان بص اقول لك على حاجه. في ناس عملوا لي منشن على نظام اسمه نظام اليقطين، ونظام باشا. احنا ما عندناش نظام اسمه نظام، احنا عندنا نظام حياه. يعني انا في شاب اسمه احمد الغامري، هو اخصائي علاج طبيعي وشغال بالنظام بتاعي، وقاعد يقول لي كتر خيرك صاحب الايدي البيضاء علينا، ولد ممتاز. بس هو عشان شغله يمشي تلاقيه دايما يقول لك يعمل النظام ويديله 4 جلسات علاج طبيعي. باشا انت افهم بس، هي الفكره ان انت طول ما دماغك شغاله على قديمه هتعقل يا نهى يا فايد، شكرا. طول ما انت شغال على قديمه انت هتفضل بينك وبين وبينك وبين الخط النهايه في حاجز، يعني في حاجز. يعني طول ما انت ايديك لسه بتنمل وهتروح تاخد فيتامين ب، فانت لسه دماغك مشلوله. ب 12 عامل لك عقده. انت الحمل بعد القيصريه الرابعه، يا نهار اسود، يا نهار اسود، ايه ده يا ابني ده؟ انت بتتحدى كده الاراده الكونيه. يعني ازاي حضرتك يجي لك جرأه تعمل كده؟ حمل بعد الرابعه قيصريه، ده تفرقع دي. مفيش مكملات، حتى الكولاجين ده واضح ان هو جاي من بشر، يعني الجلد بتاع البشر بشعر البشر البني ادمين ده بيستخدموه، كل ده بيستخدموه، سبحان الله. يعني ما هو انت مخلوق جوه جسد كاوتش، هذا الجسد زي كاوتش يعني زي الجلد بتاع الحيوانات اعزكم الله، بيستخدم بعد كده مشايه، بيستخدم بتاع، انت فاهم، انت من ضمن هذا الكلام. شعرك بقى يعملوا منه بواريك، يعملوا من جلدك حاجه، يحطوا حاجه في حاجه. يا باشا انا ما اعرفش الكلام ده، انا ما اعرفش الكلام ده، انا زيك، انا متلقي. حطيت حد فاصل بين ما تلقيته وما اقنعني وما وصل اليه المنطق. عشان كده زمان كانوا بيسالوني، شكرا يا شماء زكريا، اشكرك. لو انت انت لو اتعاملت بالمنطق مع اللي بيتقال لك، كتير منه هترفضه انت اوتوماتيك. لكن المنطق ما قلتش المسلمات اللي اديها لك، انا بكلمك المنطق مش المسلمات. يعني المنطق مش المسلمات. مسلمات يعني ايه مسلمات؟ يعني انت المسلمات ان انت كل يوم الصبح بتقول لابوك صباح الخير، دي مسلمات، دي مسلمات ممكن تراجع فيها نفسك، ممكن اخرج نقول صباح الخير.
ممكن اخرج من غير ما يقول له على فكره، فاهم؟ لان دي مسلمات، هذا ما وجدنا عليه اباءنا، دي تتراجع، دي مش حقائق. يعني فانت لما تيجي تقول لي السكر معروف انه مضر، فانت تقف تراجع انت المقوله، لان انت اللي ناقلها، فانت دي قابله، ده اسلوب خبري، قابل للتكذيب وقابل للاثبات. فانا لما اجي اقول لك السكر اعظم منتج، فيبقى مقوله قدام مقوله، الستيتمنت دي خاضعه للتجربه والستيتمنت دي خاضعه للتجربه، فاسمه ده اسلوب خبري. انت فاهم يا استاذ؟ رابع مره قيصريه، تخيل، نتفرتك على طول، تتفرتك. دي الرحم في الشهر السادس دي تولد بدري بقى، بدري في شهر 7 مثلا، وبعد كده تربط انابيب، لان ما ينفعش الرحم ده يحمل. زي ما العضله لما بتتمزق ما ينفعش ترجع، زي المنطق. ساره السيد بتقول لك، ساره السيد دكتوره يا جماعه على فكره، دكتوره ساره السيد. ايوه، انت العلم كله منطق، وان كان استقرائي او كان استنباطي، يعني من الكل الى الجزئيه او من الجزئيه الى الكليه، يعني تطبيق ما جاز مع مجموعه على الكل. ده بقى اللي بيعملوا شركات الدواء، الانتقال من الجزئيه الى الكليه، فبيجرب الدواء على 20 30 عيان. هنحط هنا سيس بلاتين مع السيس مش عارف ايه، وهنحط هنا بقى الزعبوتوماب. ايه يا باشا الزعبوتوماب ده؟ الزعبوتوماب ده العلاج الموجه اللي قاري ودارس بره في امريكا، فجاي عارف السرطان بتاعك فين. فانا هحطه مع الكيماوي يشغل الكيماوي، احطه مع الاشعاع يشغل الاشعاع، فنوصل بنسب مش شفاء، نسب بقاء 5 سنين و10 سنين. ده اللي بيوصل بيه، ده اللي بيبص عليه العيان السرطان، لانه بيعتبره عيان ميت. مجرد ما تشخصت انت سرطان، عشان كده في حاجه اسمها تشخيص مبكر، عشان تبقى ميت مبكر. انا بشخصك مبكرا عشان احطك في التعداد مبكرا، وبناء عليه فتبقى انت عبد الاشعه، عبد التحاليل، عبد بهيه، عبد 57، عبد مستشفى مش عارف ايه، فاهم؟ وتستنى الانشورنس، وتخاطب الجهات للعلاج على نفقه الدوله، فانت عبء، انت عبء، او هكذا صوروا لك. شكرا يا محمد احمد الامام، شكرا يا احمد، اشكرك. فانت عبء، هذا ما تم اقناعك به، ان انت عبء على ايه؟ عبء على المكان اللي عبء على الناس اللي حواليك. انت مريض سرطان، انت صاحب مرض عضال لا شفاء منه. شفت فيديو لواحد برضه طالب او دكتور في المانيا، كلمه تشخيص مبكر ده ضحك على الدقون. اقول لك انا هشخصك تشخيص مبكر، يبقى معنى كده انا عندي رادار، فاهم صحتك اكتر منك. افهم، يعني انا فاهم صحتك اكتر من حضرتك. انت دلوقتي مش مرجعك انت، انا خليت مرجعك في تعبك مش انت خالص. انا جالي عيان مع واحده من المتابعين ودكتوره، اغمى عليه خلاص. المهم خدوه، او داخ وهو ماشي، خدوه المستشفى، لقوه كويس زي الفل، ما فيهوش حاجه. طب عملنا تحاليل لقينا LDL عالي. طب يا باشا انت جاي لحضرتك ليه؟ دكتور احمد طلبه، ومعاك دكتور احمد طلبه. طب ممكن تعرفنا بنفسك دكتور احمد؟ انا اشكرك ان انت معايا قلبا وقالبا، بس عرفنا بنفسك بقى عشان نبقى ايه، كلنا عارفينك طالما انت. انا المناقشه بيني وبينك تبقى في الحقائق، لكن انا مش هناقشك في المسلمات، لان المسلمات انت من حقك كبني ادم تفندها وتفقطها وتنتقدها وتنقدها. خلاص، يعني انت لازم تكون فاهم ان انت مسلماتك مش حاجه اسمها مسلمات، مش حاجه اسمها مسلمات. المسلمات انت مخلوق ليه؟ جيل ورا جيل، عشان الجيل ده ينتقد اللي قبله ويفكر من اول وجديد، ما هو جاي وفاهم مصلحته. اسم الطيبات جه بالمصادفه، طبعا ده توفيق ربنا، لكن جه بالمصادفه. احنا كنا زمان خالص كان الناس سموه نظام الممنوعات والمسموحات، فكانت يعني اسم طويل، نظام الممنوعات والمسموحات لضياء الدين العوضي. ايه يا عم الاسم ده؟ يعني ده لو قلت كرداسه ولا كراته اقرب، يعني انت فاهم.
لحم الخنزير بص، انا ماليش دعوه شرعي. بص، لحم الخنزير عامل زي لحم الفراخ كده، يعني انت فاهم. لا ده لايف، لا مش لايف. مرات دسوقي بتسال ده لايف، لا مش لايف. كمان العاصي ازيك. هل عصير القصب فركتوز صعب هضمه؟ في حاجه اسمها فركتوز صعب هضمه؟ ده الفركتوز بيدوب في الميه حضرتك. مفيش حاجه اسمها فركتوز صعب الهضم. اي واحد عبيط، عبيط يقول لك السكر، السكر. التجربه اثبات. ايوه يا ابني، ما امين فرحات ده انت هتموت يا ابني خلاص. انت هتموت، انت هتموت مش عارف عايز ايه. طب انت جاي بتتفرج ليه؟ قاعد فاضي؟ قوم صلي، قوم صلي المغرب، لسه مأذن اهو. قوم صلي المغرب، او اعمل اي حاجه مفيده. يعني انت فرجتك عليا مش مفيده، لا ليا ولا ليك. انت هتبقى قاعد مستفز يا عيني ومش عارف تاخد حق مني، وانا هقعد بقى اطلعك المسرح كل شويه. فاهم؟ لان انا مش جاي اكلمك، انا مش جديد، انا بقالي شويه كتير. وجيت ويوم ما الناس شافتني بنتائج. انت فاهم يا ابني؟ ما شافونيش طالع اتكلم يعني، لا ده شافوني بنتائج بقى قدام عينيهم. انت فاهم؟ فاتخضوا. قال لك ايه ده؟ فبقيت كابوس، كابوس، كابوس للناس، وكابوس للدكاتره، وكابوس للي ما يعرفونيش، وكابوس لا الخنزير ممنوع. الخنزير ممنوع مش لضرر طبي. القرآن، القرآن ما جاش يرسي مسلمات طبية أو صحية. يعني إيه؟ يعني مفيش منع في القرآن للصحة. كل المنع اجتماعي، نفسي، ثقافي يعني. فمنع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، مش عشان خاطر ده ضرر ليك، وإلا ما كان قالك من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما قالش فلا ضرر عليه. إثم هو اللي هيقع عليه من ورا الأكل ده إثم. فتيجي تلاقي بص التشابه في إيه؟ يعني الخنزير كصفات جينية أشبه الكائنات بالإنسان. هو والفار، اللي هو الخنزير والفار والقرد. الفار ما اتحرمش صراحة عشان ما بيتاكلش، يعني غير بقى الصينيين ابتدعوا الاكل بتاعه مؤخرا. القرد مش هيتاكل عشان شبهك، وانت مش هتاكل لحمه شبهك انت. المشكله ان الخنزير ما قبل نزول الاسلام ب 300 سنه كان بدا يتاكل، وبدا يبقى اكله ثابته في طائفه، اللي هي طائفه المسيحيين، وقت ما بعد ما قسطنطين يعني ثبتوا ديانه عامه لل... للدوله الرومانيه. فبناء عليه بقى موجود بيتاكل. هل بقى عشان ربنا سخط ناس قردة وخنازير، هل ده لكن هو مش منع طبي خالص، يعني مش منع طبي. ربنا ما منعش حاجة طبيا خالص. هو شاور بس، يعني قال لك ان وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، فاهم؟ الا كذا وكذا كذلك نجزيهم ببغيهم. خلاص ماشي، هو حرم على حرم على دول ده عشان يضايقهم، ماشي. وبعد كده قال لك ان البقل والقثاء والفم والعدس ده كان طلب بني اسرائيل، وهو ما لباش الطلب ده، بس هم طلبوه بالحاح من نبيهم، فقال لهم بتستبدلوا الادنى يبقى باشا انت تتعلم ده وتشوف تاثير الاكل على جسمك انت. كل اللي فات قدام عينيك، انت اللي تطرح الاسئله انت. انا هقوم انور النور بس لحظه. النور كده كويس؟ بتقلي كده كويس. حلو كده. ممكن اعرف عصير البرتقال لو ما فيهاش اجابه؟ مفيش حاجه يا حبيبي. انت لو شربت عصير برتقال دلوقتي او ليمون، بالليل هيجي لك حرقان في البيبي ورشح الصبح. انت قول لي ده حصل ليه؟ ماشي. ريتاج، عايزه تشوفيني؟ ماشي مش مشكله، شوفيني.
يعني انا قصدي اقول ان حضرتك دلوقتي اللي بيقول انت مانع كذا ليه يا باشا؟ مش انت حضرتك ده الحاجه الوحيده اللي انت متضايق منها؟ خلاص خليها في اكلك، انا ما عنديش مشكله. وشوف بس انت هتلاقي في اعراض لسه موجوده. يعني انت حضرتك مهما حصل، يعني انت لو ما مشيتش على كلامي نصا هيفضل في اعراض لسه بتشتكي انت منها، وهتفضل انت تايه بقى. بص انا يعني اللي جالي العياده وبيقول لي انا ماشي على نظام بحذافيره بس والنبي انا ما باكلش غير قال لي ايه ساعتها؟ الكبد والقوانص. يا باشا انت لازم تكون بتشتكي، امال انت جاي لي العياده ليه؟ وبعد شويه يقول لك بقى ظهري ورجلي وهو انتفاخ القولون بس. يا باشا طب ما انت بتاكل كبد وقوانص. الله، يعني انت ازيك يا فراج سلامه، ازيك فراج سلامه؟ يا راجل ده كتر خيره، بيقول لك انت كلامك وصل لي، انا راجل بسيط ماشي. لا مش هشغل فلاش يا نوره معلش، هتضايق عيني. وبعدين انت حافظه شكلي خلاص. طبعا الخنزير بيتغذى على المخلفات، يعني ما فيهاش كلام، الخنزير بيتغذى على المخلفات، فده شيء مش محبب، لان اكله اكله هينضح في لحمته، هينضح في النسيج البيني بتاعه، هينضح في لبنه، فاهم؟ فانت ما تاكلش ده. زي ما انا منعت الفراخ عشان خاطر هي اكلها مش نظيف، هي بتاكل قاذورات، بتاكل فضلات، بتاكل لمامه الاكل، بتاكل، فاهم؟ هي مخلوقه لده. ربنا خلق كائنات تنظف البيئه، فمش كل كائن من ده يصلح ان انا اكله، وخاصه ان ليه تاثير على جسمي. حضرتك انا سبق وقلت ان الطعام في حياه حضرتك ليس مكونات طعام. ما ينفعش اقول يحتوي البيض على الكولين والليثيسين والزفتين. باشا البيض بيعمل حساسيه جيوب انفيه، البيض بيعمل تخمر في المعده وريحه فم كريهه وخرا، البيض بيعمل تسرب زلال في البول، البيض بيعمل الزهايمر، البيض بيعمل رائحه افرازات كريهه، البيض بيعمل عند الستات التهابات مهبليه متكرره، البيض بيعمل التهابات بوليه متكرره. تجري انت بقى تاخد انت هنا تاخد عندهم انتي فانجل، وتاخد هنا ويقول لك السكر هو اللي عمل لك الكانديدا، واصل السكر اللي عمل لك، شايف سكرك عالي ازاي يا باشا؟ السكر العالي ده مش دلاله غير ان جسمك بيتفاعل دلوقتي مع التهاب، فكل الهرمونز الانتي انفلاماتوري عاليه. يعني انا ملتهب، ايه اللي هيطلع؟ كورتيزون وادرينالين. عشان كده اما انت بتاخد دواء الضغط بترتاح ليه؟ انت بتعمل الجسم اكنه نزف، اكن الجسم نزف دلوقتي. انا لما باخد دواء ضغط بيوسع الشرايين، فجأة هتلاقي حصل وقوع في مقاومة الأوعية، فالضغط وهو بيقع أكنك بتنزف، فالمخ يطلع أدرينالين. طبعا ده اللي بتعمل حالة ستريس حادة، فيقوم الصداع بتاعك يخف، لأن انت يا باشا مش دواء الضغط اللي عمل لك. عشان كده في صداع ريزيستنت بقى، تيجي تاخد الدواء الصداع يزيد، تاخد الدواء الصداع يزيد، يا باشا خلاص الأعصاب على آخرها. حضرتك فهمت ولا لأ؟ يعني حضرتك فهمت ولا لأ؟ ماشي. احكي لنا قصة والدك الله يرحمه مع المرض. ما فيش قصة مع المرض، هنعملها فيلم هنسميها المهاجر 2. وبعدين ما فيش قصة مع المرض، هو في مرض ليه قصة؟ ما فيش مرض ليه قصة يا باشا. المرض انا يا اما اخف يا اما اموت، ما عنديش في النص. يعني ما عنديش حاجة اسمها قصة مع المرض او معاناة مع المرض. لا، اللي بيعاني مع المرض ده بيبقى هو اصلا انفلونسر، يعني فاهم؟ انفلونسر هو بيعاني، يقول لك انا مثلا كانسر فايتر، انا كانسر فايتر مثلا، انا ارب ايدول، انا ستون ميكر. هم الناس دي بتتاجر كده يا حبيبي، فاهم قصدي؟ لكن مفيش حاجه اسمها قصه مع المرض. المرض مفيش معاه قصه، هو قصته في كلمتين: اذا مرضت فهو يشفين، طب ما شفانيش انا ميت. مفيش حاجه اسمها اعيش مريض، انا سنين مريض. آه مفيش ده يا باشا، ده مش موجود، ده مش في قاموسي اصلا. انا يا عايش كويس، ولو المرض ده طارئ فيجي لي فربنا يشفيني فانا اكمل، انت فاهم؟ لكن مفيش حاجه اسمها كفاحك مع قول لنا قصه مش كفاحك مع، مفيش يا باشا كفاحي مع مرض، انت مجنون. مفيش حاجه اسمها كفاحي مع المرض يا باشا. كفاحي مع الظلم، كفاحي مع الظلم، لكن كفاحي مع المرض مش مؤهل ليه. انا بني ادم ضعيف، ما اقدرش اكافح المرض، يا يخلص عليا. ما هو كان في الفيلم مثلا بتاع كينجدم اوف هيفن مثلا، بعد ما اترشق هو سهم هنا وهما بيخرجوه قال له بص
هو هيجيله حمى النهارده، يا يصحى كويس يا يموت، لكن مش هيعيش بقى ايه بحمى اوف unknown etiology. انا عندي حمى غير معلومة السبب، ده في الطب الحديث ده بتاعنا اللي احنا مش عارفين سببه ايه. يقول لك هو محموم، ومحموم مش عارفين سبب الحمى. طب يا باشا لو ضيعناها لك، لو بطل الاكل الفلاني والحمى ضاعت، يبقى الاكل سبب الحمى. سهله. طب لو عنده حموضه والاكل اللي احنا بياكله ده بطلناه، يبقى الحموضه راحت، يبقى الراجل ده خف. يبقى مش قصه بقى جدار معده ولا عضلات مريخ، مش كده برضو ولا ايه؟ والفزق الحجاز الحاجز، انت عندك ارتجاع، يا اما فزق حجاز حاجز يا اما عضلات المريء تعبانه يا باشا. غلط. كخ. كخ. دي وظايف دلوقتي ايه يا ساره؟ اللي هي قصدك على ايه؟ يقول لك انت مريض بداء الفصام، مش عارف بتفصم ايه عن ايه. بص انا قلت له كل الانوار اهو. يقول لك انت السمنه البلدي بتتعب. والله بقى حسب بقى انت جايبها منين، ومصدرها ايه، وفيها لبن ولا لا، ومخضوضه كويس ولا لا. شكرا يا فادي. فادي الفيلسوف الدكتور. كل اللي اخترعوا العلوم الاصليه فلاسفه، يعني نيوتن. انا بحب اسحاق نيوتن ده قوي 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 قوي. يعني حتى في العظماء ال100 اعتقد هو كان رقم 2. يعني كان رقم 1 عند مايكل هارت كان محمد صلى الله عليه وسلم، ورقم 2 كان ايزاك نيوتن. فنيوتن ده حط قوانين الفيزياء وعمل كتاب الفيزياء، وهو اصلا فيلسوف. كان بيدور على فكر الاله في الكون. نفس القصه اينشتاين كان اول 2 بيبر كانوا فلسفه، نسيج كوني وسبيس تايم وبتاع. فين يا باشا؟ مفيش علم. هي قصه العلم اصلا فلسفه، وفوق الفلسفه بتتزرع بقى افكار منطقيه، فده تحطه. بونسوار دو باريس. يا سلام. باغي. باغي. انا على الطيبات من 5 ايام احسن. مفيش حاجه اسمها حساسيه لاكتوز. العبيط اللي يقول لك حساسيه لاكتوز. باشا اللاكتوز ده سكر ثنائي. سكر ثنائي يعني ده هو اللاكتوز زي السكر الابيض ده بالظبط كده، يدوب في الميه، واقل بكتيريا في الكون تحوله لاكتيك من غير ما تطلع منه حتى شويه كربون دايوكسيد. يعني انت عندك علبه زبادي، حضرتك سيبها بره الثلاجه لحد ما تعفن، كل السكر اللي جواها البكتيريا كلته، حولته اللاكتيك، ولا علبه الزبادي اتنفخت، ولا الغازات طلعت، ولا جالها امساك. ايه يا باشا العبط ده؟ حضرتك كلمه ورد غطاها. اللاكتوز، المالتوز، السكروز، دي سكريات ثنائيه اضعف بكتيريا تاكلها. مش هتديها لك كمان، يعني مش هتحول لك لاكتيك، ده هي تاكلها. يعني البكتيريا بالفنجاي بالكانديدا هتاكلها. لو انت مش عارف تاكلها بقى، ده سكروز يا ابني. فما حدش يقول لي حساسيه لاكتوز، حساسيه سكروز، مفيش الكلام ده. مفيش. السكر ليس منه اي حساسيه. الحساسيه مش من السكريات البسيطه دي خالص، دي سكريات ثنائيه يا ابني، ما زيرو ضرر. زيرو ضرر. ماشي. زيرو ضرر. يعني ايه زيرو ضرر؟ يعني زيرو ضرر. مفيش حاجه اسمها حساسيه باشا. قلنا اللاكتوز ذكي شوارب. مفيش حاجه تعلي الدوبامين. اكتر حاجه تعلي الدوبامين السكر المباشر، السكر الابيض، معلقه العسل الابيض، العسل الاسود. ماشي. حتى المربى كلها، بس مش كل يوم. ارحم نفسك من الالياف. يعني انا اكل العسل الابيض كل يوم، المربى مره في الاسبوع. ما تبقاش الياف على الياف. ليه؟ لان الياف ورا الياف ماشيين وراها حلمنا. ارحم نفسك من الالياف. انت بطن حضرتك ضعيفه. خلق الانسان ضعيف حضرتك. يعني ضعيف، انت ضعيف. ضعيف. ما ينفعش تاكل ازاز، ما ينفعش تاكل حديد، ما ينفعش تاكل خشب، لكن ينفع تاكل سكر. ماشي. سكر، تاكل سكر لان ربنا خلقه كده، خلقه سكر.
ويوم ما قال لك في عندي شراب انتاج فيه شفاء، فيه حتى مش العسل كله شفاء، يعني مش شراب كله شفاء للناس. هو فيه شفاء، ومهما اختلف لونه، يعني مهما اختلف السورس، نفس سبب الشفاء في الكل واحد، يبقى السكر. ما هو انت دلوقتي ايه، النحله دي في شجره سدر، والنحله دي في شجره ورك مثلا يعني، او شجره برتقال، او شجره لارنج، او شجره بذر الكتان، او شجره برسيم، فاهم؟ كله هيطلع عسل، والالوان مختلفه، والاطعمه والفليفرز مختلفه، يعني بتاع الموالح غير بتاع البرسيم، انت فاهم؟ بس كله فيه شفاء للناس، وفيه مش كله شفاء، فيه شفاء للناس، والشفاء اللي جواه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يطلع كلامي السكر، لان مفيش حاجه تانية في العسل تشفى غير السكر. وانا قلت ان الدكتوره اللي هي لميس جابر، اللي هي مرات يحيى الفخراني، جابت بروسبي وقالت لك ان كان في عنده وباء، الوباء ده كان حله الوحيد السكر، علاجه السكر. تفتكر ايه الوباء ده يا باشا؟ اي وباء في الدنيا علاجه الوحيد السكر. اي سبورت لجسم حضرتك يتمثل في السكر، اي سبورت لجسم حضرتك يتمثل في السكر. احنا عندنا كنا زمان بنقول لك ايه، احنا عايزين نعمل بوزيتيف انوتروبيك افكت. يعني ايه في الرعايه؟ يقول لك انا عايز اجري قلب العيان ده من غير ما اديله هرمونات، او ما اديله ايه، اديله سكر بوتاسيوم انسولين، جريه في الدم يا باشا. بتعمل ايه اللي انت بتعمله ده؟ طبعا انا عمال ادي سكر انا دماغي بقى ان انا بدي سكر مع انسولين، ما انا مش فاهم، لكن هو الاصل القصه سكر. اقول لك انا عيان عنده هيباتايتس، وخلي بالك موستلي ان الوباء اللي كان ايام بروسبي اللي هو المملوك ده، كان غالبا يرقان هيباتايتس ايه، يعني اللي هو الكبد الوبائي. فكان طبعا لما بيجي الهيباتايتس ايه ده، العيان ده ما ينفعش ياكل اي حاجه، الحاجه الوحيده اللي مسموحه له السكر، السكر الابيض بس، والعسل بس. ده مين ده يا باشا؟ عيان الكبد. اه يا باشا، لو شرب لبن يموت، اللي لو شرب لبن يموت عيان الكبد. عيان الكبد لو كل خضار يموت. عشان كده كلهم ماتوا، اهل مصر وقتها 200 الف بني ادم ماتوا فين؟ في هوجة هيباتايتس. هم مش عارفين الوباء ايه، بس انا بقول لك الوباء ده غالبا هيبقى حاجه تخص الكبد. عشان كده علاجه كان الوحيد سكر. واحتكر ساعتها المماليك باعتبارهم القوة السائدة، احتكروا ايه؟ احمد مرسي ترابية استشاري طب اطفال. معلش راح ال راح الكومنت راح الكومنت راح الكومنت معلش انا اسف، هو راح مني. فانت ما تجيش تيجي تقول لي بعد ده كله، بعد ما انقذ البلد دي من كام مجاعه ومن كام وباء عدى عليها، تيجي تقول لي اصل السكر، اصل الاعتدال، اصل يا باشا بص حضرتك انت كلامك مايع. لو كلامك صعب تقوله، يعني انا فاكر كويس قوي طلعت مع مذيع، وكنت يعني انا بحب الراجل ده وبحترمه، لقيته وانا بتكلم بقول له، وزي ما هو معروف ان الجلد ده نسيج ميت، فما ردش. لا يا باشا، الجلد ميت، انت جلدك ده مش حي. يعني الجلد ده لو حي انا ما اعرفش اقعد من الهوا ده، الهوا اللي جاي عليا ده انا ما استحملش البين اللي عندي، انت فاهم؟ لو رشيت عليه فلفل اسود دلوقتي كنت ولعت، زي ما بحطه على بطانه بقي. لا، بطانه بقي هو ده اللي جلد حي، ده جلد، دي بطانه حيه، دي البطانه المخاطيه دي اسمها بطانه حيه. لكن ده ميت، ده اسمه كيراتين. عشان كده ده بيتسبغ، بحط عليه حنه يتحنى على دراعي. فده ده مش حي، ده ميت، اسمه كيراتين، بيتجدد يحتوي على اعصاب، نهايات عصبيه تحتيه لكن هو ده ميت، ده ميت. يا اميره فاروق شغال من بدري. فانت ما تستغربش الكلام ده. عشان كده كنت بستغرب واحد يقول لك ايه، انا برطب جلدي بالميه. ميه ايه يا باشا؟ ده جلد ميت يا باشا. هذا لايف. ايوه يا ام فريده، ده لايف مسجل، ده لايف مسجل يا حبيبي. طبعا احنا كل التيك توكر الحمد لله بيقولوا ان هم بيتمسكوا، انا مبسوط قوي، وريت التيك توك ده يقفل اصلا في مصر، لان ده مثال سيء لينا يعني، اصلا لاي بني ادم الصراحه. وشغل الجوالات بالحاجات دي انا بدات شويه. المذيع لا، ما كانش محمود سعد.
ده كان بيتكلم طب، فما كانش ينفع. يعني هو انا بقول له الجلد نسيج ميت فقام ساكت، لان الكلمه خضته. هو ناسي بس ان الخلايا اللي بتغطي ده قبل ما تغطي الحته دي كانت بتفقد في النص النواه بتاعتها وبتتحول لليفه عشان اما تطلع فوق. يعني هي تحت كانت خليه، الخليه دي بتحصل لها ماتيوريشن يعني ابتلاء يعني تدرج وتطور. بعد شويه، بعد ما رابع او خامس صف بتبدا تفقد نواتها وتتحول لبروتين بس. يعني بيحصل لها بريسيبيتيشن او ترسب لبروتين الكيراتين جوه الخليه بالاجمال. فالخليه تتحول من خليه حيه بتتكاثر لطبقه من الكيراتين. الصوابع عليها ضوافر، ده كيراتين. شعري، النهايات بتاعت شعري هي خليه بصيله، خليه جوه لكن بتطلع نسيج كيراتين. فالكيراتين كبروتين بيتشكل، عمل ضوافر شبه صلبه، عمل جلد، الطبقه الخارجيه للجلد اللي هي بتواجه الهواء وبتواجه النار وبتواجه التخريم بالابره. فهو ده فهو ده يبقى النسيج الجلد ده ميت. بيحس بس مش الاحساس الاصلي بتاعه. الاحساس الاصلي بتاعه امتى؟ لو انت خلعت دي لا قدر الله بحرق او سلخه، تلاقي نفسك ما بتستحملش الهواء عليها. لان النهايات العصبيه اتعرت من النسيج الميت الكاوتشوكي ده. يبقى مع الحرق لا قدر الله او مع السلخ انت بيحصل ازاله للطبقه الميته وبتتعرى الاعصاب الطرفيه زي ما بيحصل مع اسنانك والانامل. اعلان بتاع سنسوداين بيغطي اسنانك وبيدي طبقه حمايه. انا بضحك عليك برضو، انا بحب اضحك عليك، لان مفيش حاجه اسمها طبقه حمايه على اسناني. انا اسناني دي بيجي لها لعاب بيغسلها اوتوماتيك. فلو انت حتى سايب طبقه على اسناني اللعاب هيغسلها، لان اللعاب ده مش ميه، لا ده اللعاب ده فيه لايزوزايمز وفي انزيمز هاضمه للبروتين وانزيمز هاضمه للمالتوز وانزيمز هاضمه للسليلوز وانزيمز هاضمه للدهون. كل ده وانا بمضغ طعامي، زائد بكتيريا جوه بقي عايشه على البتاع. يبقى عشان كده انا قلت زمان، كنت بقول لك الاكل والشرب والمدخل الفموي بيأثر في 3 خلايا اول ما بينزل، او هو الغذاء الاصلي ل3 خلايا دول. بطانه الامعاء، الخلايا الكبديه، والخلايا البكتيريه. ال3 دول بيتاثروا باكلك ومدخلك الفموي دلوقتي حالا. دخلت خل بيتاثروا ال3، دخلت سكر بيتاثروا ال3، دخلت سم بيتاثروا ال3. اول 3 بيتاثروا، عشان كده اللي بياخد سم او بالفم يعني اول حاجه تتاثر بطنه، وبعد كده كبده. عشان كده يقول لك الباراسيتامول بعد جرعه 4 جرام الكبد بيجي له فالمنت فيلير. فالمنت فيلير يعني ايه؟ يعني فشل وظيفي حاد بعد 4 جرام بنادول. يا باشا ده، طب ده بنادول بالبق يا باشا، ايه يا باشا؟ لا، الدواء بالفم في 3 خلايا يا هتستفاد يا 3 خلايا هتتضر دلوقتي. الخلايا المبطنه للمعده والامعاء والقولون، الخلايا الكبديه، وخلايا البكتيريا المبطنه لهذا الجهاز الهضمي. مفيش حد ياخد مسلمات من جيل سابق ليه. هناخد منه علم لكن مسلمات لا. اخد منه فاكت هو داس عليها، لكن مسلمات لا. كلمة مسلمة بالمعنى الحرفي يعني اخد منه قانون، ما اخدش منه قانون. القانون بتاعه يؤخذ ويرد. انا عندي كده كده ثوابت في الكون، فاكت، حقائق، دي اللي بتحركني. بناء عليه انا بحط منطقي يتحرك معاه. وكان بداية الكلام بتاعي أصلا إن ربنا ما خلقنيش أتابع ضغطي ونبضي وسكري، ما خلقنيش أتابع لون بولي ولون برازي، ما تابعنيش. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر إلى ما يخرج منك أصلا. مش المفروض ده ما تتابعوش أصلا، لكن أنت علمك تبقى عندك ساعة تقيس منها نبضاتك والساتوريشن بتاع الأكسجين ونسبة مش عارف إيه. هذا اللي أنت عشت فيه. ربنا ما خلقناش لده. ربنا ما خلقش جسم عند سن ال40 يفقد السيطرة على كل أعضائه وكل أجهزته ويبدأ يشكو من الألم، يشكو من الالتهابات، يشكو من بدأت أنا أبسط لك الموضوع وخليت الشيخوخة تظهر في سن بدري.
اعراض الالتهابات الساخنه، سن اليأس يا مدام. انا 35 سنه مش مشكله، ما هو ده سن اليأس اصلا. فانت جيل عن جيل بدأت انا ازرع جواك افكار هي اصلا غلط. انت فهمت سن اليأس غلط، فهمت اعراضه المصاحبه غلط. انت فاهم قصدي انا بقول ايه ولا لا؟ يعني انا مش عارف انت دي واصله لك ولا لا. هو حتى المصطلح نفسه لو وصفه صح، لكن هو شرحه غلط. الهبات الساخنه من ورا ايه يا استاذ انت؟ الهبات الساخنه من ورا سن اليأس. هرمونات باظت، اصل هي اما وصلت لسن اليأس ما بقتش ست، فما بتطلعش هرمونات، فصدرها اللي هبط والتهدلات اللي حصلت اكسبتد. ركابها اللي ورمت ورجليها اللي فيها سيليوليه وفيها بلاوي في كل حته عادي. شعرها اللي بقى سبورس كده وكرت وشبه العفريت، وتيجي تحط لها كريم تلاقيها شعرها بيهيش فوق كمان، وبقى عندها قراع. اصل ده وراثي يا باشا، مفيش حاجه اسمها ايه وراثي. انت مجنون. انا ما ورثش مرض. انا ما ورث. الاعمى لا يلد اعمى، والاخرس لا يلد اخرس، والاطرش لا يلد اطرش، ما عدا فريد الأطرش الوحيد اللي كان اطرش وكمل على طرشه، كان فريد الأطرش. لكن ما حدش من دول يا بابا. انا لا انا كنت مريضا لن الد مريضا. وانت ليه مجنون؟ يعني انا بكليه واحده، انا بكليه واحده هولد واد بكليه واحده؟ بلاش. انا بشرب سجاير وراجل وحش، يعني انا بشرب سجاير وراجل وحش، وجالي سرطان في الرئه. ابني يجيله سرطان في الرئه، طب ليه؟ هو ملوش ذنب. هو ذنبه ان هو ابني؟ عارف، هو لو سمع كلامي وشرب سجاير ما كانش تعب. يعني الواد لو سمع كلامي وشرب سجاير زيي ما كانش تعب، لكن هو عيل مخه تخين. قال لك انت كمان هتعمل لي انا نيجاتيف سموكر؟ اه والله العظيم ما قاعد معاك. يقوم الواد يتدهول بقى. عرفت بقى الغباء ماشي في العيله. ترجع تقول لك الامراض انت لازم، والعامل الجيني طب يا باشا لو الجيني فشل يبقى في عامل نفسي يا باشا. الواد لسه عايش، بقول لك ناظرني لو عندك ثقه بنفسك انا بروفيسور لسه. ده اتجنن يا عيني بقى. ده اتجنن يا قلبي. ده يا عيني ده اتجنن. زي مين؟ انا عتريس انا قتال قتله، فاهم؟ يطلع بقى انا عتريس انا قتال قتله زي الولا. طلع يا حبيبي قال لهم ايه؟ امال الجرجير هيتحول في جسمك لايه؟ مش لسكر، امال هيتحول لرز بلبن. ده الواد كريم اشوجندا. وقام رجع قال لك ايه؟ بس اصل ربنا ما خلقش السكر، وقام عامل كده يا باشا. ما انا ماليش في البادي لانجوج، بس انت حتى حركاتك حركات عبيط. ربنا ما خلقش السكر يا باشا. ده انت لو كتبت على جوجل، ده انا ما تعبتش، اكتب على جوجل كده هل سكر المائده طبيعي؟ هرد عليك الاي اي. تخيل. اقسم بالله، اقسم بالله ما تعبت، ورب الكعبه ما تعبت. كتبت كده هل السكروز سكر طبيعي؟ هو رد عليا، قمت عامل سكرين شوت وحاططها. يعني يا باشا انا ما تعبتش، انت اللي تعبان. انت اللي تعبان، يعني انت تعبان وما بقتش مش فاهم. الحقيقه قدامك تقول لك الشمس طالعه من المشرق وانت تقول لي انا مش فاهم الميكانيزم. ما فيهاش ميكانيزم يا باشا. يعني انت، ايوه السجاير ما بتجيبش سرطان. السجاير مفيده للصحه، عشان تبقى انت فاهمها دغري وسكه كده. هتديك شويه نيكوتين. ماشي ماشي. بس لا يزوق، لا يزوق. تحس انها بص يعني بص نظره حضانه. ماشي. يعني هي عندها نظره حضانه داخله. استاذ احمد، ايوه احمد مرسي ترابيه. ايوه. استشاري طب الاطفال، نتائج مبهره مع نظام حضرتك. والنبي يا جماعه الدكاتره اللي شغاله سكتي ابعتوا لي، يعني ابعتوا لي. طبعا انا مبسوط بيك يا دكتورنا، بس ابعتوا لي يا جماعه عشان الناس تشوف. ما تخلوش اسلامكم اسلام متداري. يعني انت شفت عمر بن الخطاب لما اسلم خبط على كل بيت، انا اسلمت، انا اسلمت، انا اسلمت، فاهم؟ دخل وقال لهم انا عذبت المسلمين فانا جاي اعتذر لهم، واللي عندي حق ياخدوا مني. ما تبقاش متداري بقى. اطلع يا باشا كده وقول لهم ده نظام ضياء العوض يا باشا. كفايه بقى، انا اتبهدلت. ما تقفوا معايا بقى وقفه رجاله. يعني اقفوا معايا وقفه رجاله بقى يا باشا كلكم يا باشا، مش بكلم حضرتك لوحدك على فكره. انا مبسوط طبعا بالكومنت بتاعك، بس انا كنت هتبسط اكتر بحاجه اكبر يعني الصراحه. يعني اما الاقي انت بقى بتقول وده طيبات وده النظريه الجديده وده الطب الجديد يا باشا. ما هو انت لازم يتقال كده. مش نظامك اثبت مع الحالات يا باشا، ده تجربه ميدانيه.
يعني حصل بيني النهارده وبين الدكتور اسلام بدري، اللي الناس اللي بتحضر معايا اللايفات، اللي هو استشاري ومدرس جراحه الاوعيه في طب لا، هو الولد يا عيني زنق نفسه يا ساره، هو افتكر نفسه بني ادم، فهمتي؟ فبيتكلم في اي هكس، فاما اتزنق علم، وعلم بقى علم، خلي بالك احنا بنجيب الديب ساينس والاصل الاصل. يعني انا ما ب... انا عمري ما قريت حاجه من على البر كده، انت بتجيب اخر حاجه، اخر حاجه يعني الفاكت اللي اثبتت، اللي شفناها بعينينا، اللي الاشعه مش هتغلط فيها. يعني لما اجي اقول لك الكبد، هعالج الكبد الدهني، هعالج الكبد الدهني ب فحص الدهون اللي هو ال دي ال واتش دي ال، بضحك عليك. الكبد الدهني يا باشا ده فايندنج، يعني كبد كبر حجمه والفات اتضخمت فيه، فانا بشوفه بالسونار بتاعي، بشوفه بالاشعه، بشوفه بعيني. فبالتالي لما يصغر في الحجم وتوزيع الدهون يقل، يبقى ده يا باشا دي حاجه، ده تحسن صريح. لكن ما تقول لي انا هحسن في ورقه، لا يا باشا بالله واشرب ميتها. اسماعيل العصري من المغرب، اهلا وسهلا يا باشا، اهلا وسهلا. مينا سمير، ازيك يا مينا؟ فاهم قصدي ايه؟ ده تطعيم كورونا طبعا يا باشا، اثر على الناس كلها. انت بتحقن يا باشا خلطه فيروسيه، غلطه فيروسيه على طول جسم حضرتك، جسمك بيتفاعل معاها، بيرد عليها، بيكون ساعتها رياكشن. الرياكشن ده بقى بيضرك انت، ماليش دعوه، انا ما يخصنيش، انا جسمي عايز يعيش، جسمي عايز يعيش، فهو بيعيش نفسه بطريقته، شايف الصح ايه وبيعمله. انت هو ما بيفرقش معاه انت هتحس بايه، هو ضرباتك قلبك هتجري ما تجري، ضربات قلبك هتجري ما تجري، نبضك هيجري ما يجري، نفسك هيجري ما يجري، هتسخن وتولع نهار ما تولع، هو ملوش دعوه، هو بيموت حاجه، هو بيعمل رياكشن. فعشان كده انت اللي موت الناس ايام الكورونا، ان بيقول لك ان الرياكشن بتاع جسمك كان قوي قوي، فانت مت، لان السخونيه دي لو استمرت تسيح دماغك، تسيح مخك. عارف يعني ايه تسيح مخك ولا ما تسيحش مخك؟ يعني احمد عيسى ازيك؟ ازيك يا حبيبي، بشكرك. يعني يا باشا دماغك دي مش ميه على بروتين، البيضه لو سخنته بيحصل فيه ايه؟ بيتجلط، البيضايه بتبقى زلال، البومين سايل، بعد كده بتحطها على النار شويه تبيض وتنشف وتعمل لك طبقه كده. نفس القصه في دماغك، انا لما اجي اولع فيك هسوي جلدك وهسوي عظمك، ومخك هيطلع من جوه مستوي بالصلاه على النبي. يعني حضرتك هتطلع من جوه مخك مستوي، مخ اللي بتتخنق من ريحه السجاير يبقى مش ماشي على الطيبات اصلا، ماشي؟ لا يا حبيبي، اللي ناس جاب الله اللي دي انت مش ماشي على الطيبات. اللي يشم دخان يا بابا اي دخان ويتعب يبقى مش على الطيبات. خلق الانسان يولع راكيه نار ويقعد جنبها يتدفى، فاهم؟ يولع راكيه نار ويتدفى على لمبه جاز، محدش، احنا قاعدين دلوقتي في مروحه ونور كشافات، لكن ده مش الاصل. الراجل خلق محارب، فايتر، مقاتل، فده بيقعد في ابسط الاحوال في طينه في الارض، فاهمه؟ والتراب رايح جاي في مناخير امه، والدخان طالع عليه، وما يكحش، لان لو بيكح وعنده حساسيه من حشره الفراش، ازاي هجنده معايا في الجيش؟ يعني احطه في جيش ازاي؟ يبقى شنب كبير كده، يبقى بشنب كبير كده، ويعني وحاجه محترمه رتبه يعني، والاقيه عنده حساسيه من حشره الفراش؟ انا طبيبه بروفيسور مساعد اشيد بنظام الطيبات. اللهم صل على سيدنا محمد، نون خلف الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. هو ده الكلام، هو ده الكلام. ايوه كده، شجعوا اخوكم يا جماعه. يعني لما نلاقي الناس دي يا باشا، دي دراسه ميدانيه. دراسه ايه؟ ميدانيه على ارض الواقع بين الناس، لم تفصل بين من لديه علم ومن ليس لديه علم. يعني دلوقتي انت كنت مستني العلم يجي منشور في مجله لانست او مجله باب ميد او مجله وات ايفر، انت مستني من بره بروتوكول كيف أعالج، لكن ما جالكش من هناك ورقة رسالة صغيرة ما هو المرض ده، ما حقيقة المرض، ما حقيقة المرض. دي ما قالهاش لأنه ما يعرفهاش، هو ما يعرفهاش. هو احنا ربوا جيل دلوقتي من الأطباء والعلماء هدفهم الإكثار من الأدوية، بروتوكول الدواء، بروتوكول العلاج، مفيش بروتوكول الصحة، مفيش بروتوكول الصحة. ما قريتهاش لحد النهارده.
منال بدوي، انا مش ببص على اليوتيوب بصراحه يا منال بسببك. يعني انت بتقولي بص على اليوتيوب شويه، بصراحه انت السبب ان انا ما ببصش على اليوتيوب. ليه؟ انت من ساعه ما بطلع ظبط الاضاءه، صوت التكييف عالي. هو انت يا بنتي جايه تخطبي بنتي؟ ما تسكتي يا بابا شويه، اسكتي يا بابا شويه. حاجه غريبه قوي، يعني دايما بتتدخلي في حاجات كده يا بابا. شكرا يا اسماعيل، اشكرك يا حبيبي. شايف اسماعيل حلو ازاي، وغنيمه حلو ازاي. ازيك يا دكتور غنيمه، ازيك يا دكتوره غنيمه، عامله ايه؟ الفراخ يا بابا اللي فيتها لن تهضم. لو النبي لو اتنططت، لو اكلتها لحمه مفرومه، الفرخه نفسها، يعني انت فاهم، لو اكلت اللحمه نفسها يعني. وتلاقي واحد، يعني واحد من الناس اللي يقول لك انا مقتنع بفكرك ويرد عليك يقول لك ايه، ايه رايك في ترند الشيح اللي بيعالجوا بيه ايه يا باشا الشيح؟ انا اعرف ان الشيح ده عالج بيه الابراص، يعني احط شيح للابراص. كنت اسمع زمان جدتك تقول لك ادغل شويه شيح واشربوهم عشان لو بيطلع خراريج. هو وظيفه الشيح ايه؟ هو بيستخدمه كمنظف مطهر للمعده والامعاء. اتعامل مع المعده والامعاء على انها انبوبه صرف صحي عادي جدا، بدل ما يدخل فيها عصايه بفرشه ويحكها كده. بيديك شيح ويديك ملح انجليزي بيغسل which is منهج يعني سطحي قوي. لكن عايز يقول لك بقى ان الشيح كماده فعاله ستقتل خلايا السرطان. ولقوا ان لما بيحطوا الشيح، بص العبط، انا عايز اقول العبط في ابهى صوره. كريم اشواجندا بقى والناس الحلوه اللي شبهه، ما هو دول ناقلين من حد بره عبيط تاني. وما تفتكرش ان العبط ده ابداع حتى لحظي. حتى العبط، حتى العبط مستورد. يعني يا ريت العبيط بيقول العبط من جواه فبيبقى عبيط، لا هو مستورد العبط ومقتنع بيه. فيقول لك ايه، الشيح بيسيب الخلال ويعمل اوتوفاجي، او يعني قتل ذاتي او ابوبتوزس في خلايا الاورام. يخرب بيت ابوك. طب انا هدخل الشيح ازاي يعني يا باشا؟ انت عملت دي في تيست تيوب او في اجار، يعني جبت دلوقتي ورقه ها فيها نسيج سرطاني ده حسب كلامك ونسيج عادي، حطيت الشيح هنا وحطيت الشيح هنا. الشيح اللي هنا كل دي، ده بالشكل كده كلها او يعني موتها يعني، تمام. هتعمل الحركه دي ازاي في بطنك؟ يقول لك هشربه. ايوه يا باشا، هتوصل الماده الفعاله اللي في الشيح ازاي في النسيج البيني اللي حوالين خلايا السرطان؟ ولا الشيح داخل من بطن امك على الورم؟ يعني كده انت بقى اديت الشيح ده شيح مشع. يعني ده الشيح ده شيح مشع بقى. يعني ده الشيح ده مش شيح من اللي هو الشيح اللي عند بتاع العطاره، لا ده شيح واخد صفه مختلفه بقى. ده شيح نازل من بطنك جنب الحصان وجري على السرطان. لقى السرطان قال له انت سرطان؟ قال له ايوه. قال له طب سمعني صوتك. فاما سمع صوت عرف ان دي خليه سرطان، لان لم ما خلتش على الشيح وخلت على جسمك. فاهم يالا؟ فاهم يالا؟ يعني فاهم يالا؟ يعني الشيح السرطان ما عرفش يعني يختفي منه. الشيح كشف السرطان. وجسمك الضعيف يا مخلوق يا ضعيف، ما هو انت اضعف من الشيح، ما عرفش السرطان. الشيح فرق بين خلايا السرطان والخلايا الذاتيه العاديه. بص، واحد بيقول لك السجاير حرام شرعا، دي غلط برضه. انا ما حدش يحرم لي حاجه مش حرام يا استاذ عمار يونس. اللي حرم يوقف تحريم. انا ما بحرمش وما بحللش، انا بقول صح وغلط. اللي حرم يوقف تحريم. الزهايمر مش هيجي غير لواحد اكيل فراخ. فانت انت صدقت في قوه الشيح وشككت في صنع اله يا اخي. ويقول لك ايه، تداووا، والنبي قال لك تداووا اي حاجه، اي تراب. بن علي اليمني، مش عاجبك الشيح؟ بن علي اليمني كويس، اهو اسمه علي ورضي الله عنه ويمني يعني برضو. يا لسه في شيء من الطيبه اهل الجنوب يعني، فاهم؟ يقول لك يمني.
مع اني قلت لك عشبة بن سوزي المصري احلى، يعني احلى. ايه يا باشا؟ ايه يا باشا؟ غلط يا حبيبي، غلط يا بابا. انت بتضفي صفات وخصائص كيميائيه وبيولوجيه انت لا علم لك بها. ما خلي بال حضرتك، ده نوع من انواع التضليل. اما انا اكلمك اما انا اكلمك بدون علم، وببلغك عن الاله ما ليس لي به علم، فده كفر يا بيه. الله. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. قال على ربنا اللي ما يعرفوش. قال على ربنا اللي ما يعرفوش. قال لك خلقك ناقص، خلقك عند ال40 بتبوظ. طب اقول لك على حاجه، ما عرفوش يحطوا تفسير لآلام الظهر المتكررة. ما 90% من الناس عندها آلام في أسفل الظهر. قال لك أصل الإنسان مخلوق قرد، فكان أصلا بيمشي على 4، فأما فرد ظهره فظهره أصلا مش معمول للفردة، فعشان كده ظهره بيوجعه. كفر برضه. صاحب الوصفة دي ممنوع من ممارسة مهنة الطب. أنا مش عارف وصفة شيح إيه، يخرب بيت أبوك. والله أنا هعالج لك السرطان بالشيح. أنا هعالج لك السرطان بالشيح، قول والله. والله. شفت اسهل من كده؟ ولا بقى كيماوي صدق كده اصيع. والله العظيم، ولا سلاح ولا رفعه ولا اي حاجه. انا اقول له يا باشا، انت فاهم الحوار ماشي ازاي؟ انت ابسط من كده يا باشا، انت ابسط من كده. والله العظيم يقول له احلف لك، يقول له والله مصدقك، ما تورينيش، مصدقك. فانت مش هتاخد في ايد المسيح الدجال يعني وقت طويل. هو المسيح الدجال اول ما يجي هيقوم ايه؟ مطلع لك من ودنه بيضه. هتقول له خلاص انا صدقتك، خلاص انت انا كنت مستنيك من زمان. يقول لك لا استنى هنزل لك مطره. يقول له لا 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 والله ما مش استنى اشوف اوريك الوصف. يقول له لا. طب هعمل لك جنه ونار يا عم، والله من ساعه ما طلعت البيضه من ودنك وانا خلاص صدقت انت حقيقي. طب انت مش هتبقى يعني انت اتفتنت من عند البيضه ما خرجت من ودنه. انت فاهم؟ فانت مش هتاخد وقت خالص، يعني خالص مش هتاخد غلوه في ايد المسيح الدجال انت خالص. هو هي يقوم مطلع لك بيضه وارنب من الناحيه التانيه. ولا بقى تقعد تقول لي شجر الغردق الغرقد، وانت هتحفظه بقى الغرقد انت بقى، وعلموا اولادكم شجر الغردق غرقد. يا باشا انت اصلا هتكفر من عند المسيح الدجال، فانت اللي جاي ده كله انت بالكفار. فما تحفظش غرقد انت فاهم؟ انت صدقت ان انت هتتعالج بالبودره. هترش بودره على صدرك تضيع وتكبر الصغير وتصغر الكبير. انت صدقت ده. انت صدقت الشيح. انت صدقت ان انت 40 سنه عندك تصلبات شرايين. صدقت انت ده. صدقت ان السكر اللي بعالج بيه غيبوبتك وبعالج بيه مشاكلك ان هو سبب همك كله. تاكل غضاريفك بسبب السكر. اترسب في ركبك. شفت انت قبل كده حد اقنعك بده؟ السكر اترسب في ركبي وفي زورك وفي ودنك وفي رجلك وفي مسانتك. السكر بقى سكر قادر على كل شيء. ايوه كافر. كافر فاسق ماجن. فهمت حاجه ولا لا؟ والله العظيم نصيحتك لورم الحميد في الكبد يا غالي. حميد ولا اي حاجه، ده ورم حميد. يعني حد ده مش خبيث؟ وما فرق الخبيث من الحميد يا استاذ؟ يقول لك الخبيث ينتشر. يا باشا يبقى هو خد خطه. يا باشا انا طالع خطه، انا طالع بخطه. انتشر ما انتشرش، انا طالع بخطه. انا طالع بخطه باشا. انا عندي بيهيفير وعندي سلوك وعندي بلان وعندي، لا ده بلان في الانتشار وبلان في التضخم. ما انت هتقرفني ليه؟ ما انا طالع هقضي مهمه. انت خانقني بنسيج بيني مش مغذي ومليان الياف تليفات وعمال تخنق الخلايا جوه. اقضي شغل ازاي؟ مش كده يا صياد؟ مش كده يا حماده؟ مش كده يا حماد؟ اقضي شغل ازاي؟ اعمل لك خلايا جديده بقى تاكل وتشرب وتطلع وتاكل الالياف دي وتكبر مش ذنب امي انها داست على حاجه وهي بتكبر. ما انت السبب. ما انت السبب. انت اللي خليتني الجا لده. انت اللي خليتني الجا لده. فهمت ولا ما فهمتش؟ فانت طالما حضرتك، ما هو الاستاذ اللي بتقول فصلوا الدين باشا، طول ما انت ماشي عكس ربنا انت عمرك ما هتلاقي هدايه. ما هو انت اديت ظهرك لربنا. انت فاهم القصه ولا لا؟ لعبت الايه بتقول لك ولا يبكتن اذان الانعام. يا باشا الانعام بقت تتخرم ودانها عشان بعمل عليها تجارب. بتتخرم ودانها عشان اعرف وايه. وبقيه الايه ايه؟ ويغيرن في خلق الله. هم عملوا الحاجتين خلاص.
بكته اذان الانعام، بكته كريم احمد بيقول لك السكر الكتير بيوجع لي قلبي. الف سلام عليك يا كريم. كل واحد اسمه كريم يا جماعه بنرفع ايدينا بالدعاء ونقول له الف سلام عليك يا حبيبي. السكر الكتير بيتعب له قلبه، مش هجرة الاكس، لا، السكر تعب له قلبه. الف سلامة عليك يا استاذ. رحاب ابو زيد بتقول ها 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 ها. السكر بيلزق طبعا في الركب والشبكيه، لكن السكر عالي عليا، انا لما سكري يعلى بعرف. فتقول له حضرتك عرفت منين؟ يقول لك بدوخ يا باشا. انت وانت دايخ سكرك بيعلى، اسقولها كده، اما عينيا بتزغلل سكري يعلى عشان يلحقني. مش يقول لي اما سكري بيعلى بعرف. يا ابن النبيهه اعكسها، اعكسها. اقول لما عينيا تزغلل يبقى لازم سكري يكون عالي عشان ينقذني. فهمت حاجه ولا؟ اما بتقيس ضغطك بيكون انت بتنهج اصلا لان كرشك داس على حجابك الحاجز وضربات قلبك زادت. فتقيس الضغط تلاقيه عالي، تبوس ايدك وش وظهر. ليه؟ عشان الضغط اللي عالي ده حزقه قلب قدام بطن ميته. ضميرها مات، ضغط البطن عالي فضميرها مات، فالقلب بيحزق عشان يدي ضخه. فانت جيت قست الضغط لقيته عالي. ايه ده؟ الضغط هو سبب الدوخه، الضغط سبب الصداع، الضغط سبب زنة وداني، الضغط سبب ان انا طلقت مراتي. انت حمار، مالكش دعوه بالقصه دي خالص. انت بطنك لو ارتاح ضغطك هيوطى. ضغطك بطنك لو ارتاح ضغط بطنك، ضغط دراعك يهدى. فاهم ولا مش فاهم؟ سو سيمبل على فكره، سو سيمبل. انت مش محتاج تقول لي بقى اصل تصلبات الشرايين، واصل مش عارف ايه، واصل الضغط اما عالي عمل ايه، واصل الملح بيعلي الضغط. باشا دي برضو مسلمات، من ضمن المسلمات ان السكر، ان الملح بيعلي الضغط. فكره عبيط. الملح بيبقى جنبه ميه، فاما الملح والميه يقعدوا مع بعض ايه ضغطك يعلى. ايه الميكانيزم؟ ايه الميكانيزم يعني؟ قولي ايه الميكانيزم بتاعت الموضوع. يقول لك شوف الدكتور بقى بيبقى اعبط منك، يقول لك ايه؟ دواء الضغط بيقفل الصوديوم تشانلز. فانا لو قللت الصوديوم في الاكل ايه العلاقه يا باشا؟ انا بقفل صوديوم تشانلز عشان الصوديوم ما يخشش فالشرايين توسع. انا لما اقلل الصوديوم في الاكل هفيده بايه يا باشا؟ انا بقفل تشانلز بدواء. يقول لك انت معروفه المخلل بيرفع الضغط. انت يا باشا عمال تألف وعمال تهزي، وانا لو اقسم بالله، اقسم بالله لو في ايديا احطك في العباسيه. عشان اللي يقول لك اصل انت الملح بيزود الضغط، واصل الملح بيسد الشرايين، والسكر بيعمل التهاب كبدي وبيعمل تليف في الكلى وبيعمل فشل كلوي. سو عبط، سو هبل. يعني يقول لك عندي حسام الفركتوز، ده عبيط، ده عبيط. ده يا باشا انت مش بني ادم كده، انت لا تصلح تكون بني ادم. يعني اي مين ايه؟ ما ينفعش نمله تيجي تقول لك انا عندي حساسيه من السكر. ليه؟ لان ربنا خلقك نمله، انت خلقك نمله. ماشي؟ يعني انت مخلوق نمله. اما نمله تقول لك ما باكلش سكر يبقى دي مش نمله، يبقى ده جحش وعامل نمله. فهمت ولا ما فهمتش؟ ده جحش وعامل نمله، لكن النمله كمخلوق لازم ياكل سكر. فاللي يقول لك عندي حساسيه من السكر، لا انت مخلوق تاكله اصلا. فلو كلته وتعبك يبقى انت مش بني ادم. دور بقى على فصيلتك، اعمل كاريو تايبنج، شوف بقى انت هتطلع بقى ديناصور، هيطلع جدك تنين، لكن انت مش بني ادم. لان البني ادم السهر لا يضر المناعه. السهر نحن لا ننام الا غلابا، نحن لا ننام الا غلابا، نحن لا ننام الا غلابا. يعني انا ما عنديش عدد ساعات نوم، انا بسهر. الاصل في الانسان السهر والتطبيق وتطويل مدد البقاء وتطويل الصحيان. لان الانسان صاحي، الاصل فيه صاحي، ما ينامش غير وهو تعبان. ينام بالنهار، ينام بالليل، بس وهو تعبان. ماشي؟ اسماعيل العصر بتقول ايه؟ حضرتك مش في العياده؟ لا انا في العياده اهو، شايفاني في العياده. رز وبطاطس انا باكلها كل يوم كده كده. رز وبطاطس والتوست باكله كل يوم. باكل عسل ابيض كل يوم. باكل شيبس بطاطس كل يوم عادي. كل ده باكله كل يوم عادي. عسل اسود باكله كل يوم برضه عادي.
ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبكتن آذان الأنعام. أيوه الآية دي هتلاقي، بص، خرم وعرقم، دي حلابة، دي دي هتجيب لحمه. فانت يا باشا غيرت في الخلقه اصلا وغيرت في الاستخدام، انت اللي دخلت بنفسك، خليتها تحلب طول السنه وعلمتها عشان تعرف هي واخده ايه. انت يا باشا بقيت تفهم كده. يبتكن، ايوه صح، يبتكن فيبتكن اذان الانعام، بالظبط صح كده، انا نطقتها غلط. خلاص. التبكيت اللي هو تخريم الودن بتاعت الانعام. التخريم ده بادئ بقى من الايرا بتاعت اللي هي بنسميها الصناعه الغذائيه وانت نازل. يعني يا باشا هم ما خرموش ودان وعلموا غير لما بدات تبقى دي تجاره. يعني ما كانش صاحب البهيمه كان محتاج يعلمها، هي خلاص دي بهيمته وعارفها بلونها بشكلها. لكن لما بقت تجاره بقى في ماس برودكشن، يعني في انتاج بغزاره، انتاج للي بعديك، عايز تطفح ناس كتير، فبقت تجاره بقى هنا القصه. ماشي، بقت تجاره، فبالتالي انت بقى بتكت، انت كسرت، انت علمت، انت غيرت في خلقة الاله، انت حر، انت عملت ده فعلا وعملت اندكشن لامراض جديده. بقى كلمه مفيش حاجه اسمها يوريك اسيد مرتفع. بص يا باشا، تحليل الدم بتاعك بصراحه هضحكك على حاجه. لو انت فاكر ان تحليل الدم ده بيشاور لنا على ال 3 لتر بلازما اللي في ال 5 لتر دم دول، يبقى انت غلطان. لان اليوريك اسيد ده مستواه، لو جبت النسيج البيني جوه دماغك وخدت منه عينه، هيطلع اليوريك اسيد نفس القيمه. هتلاقيه نفس القيمه في النسيج اللي حوالين النخاع الشوكي، هتلاقيه نفس القيمه في البول. انت فاهم قصدي؟ يعني الانسجه دي شبه بعضها وبتسلم بعض ايكولايزيشن. فما تقولش اليوريك اسيد عالي في الدم، ما يعلى يا باشا. اليوريك اسيد ده ناتج عن تكسير، ايوه البقره الضحيه خرموه، ناتج عن تكسير الدي ان ايه بتاعك. يعني في خلايا ماتت عند حضرتك كتير، عشان كده يقول لك اليوريك اسيد بيبقى عالي في عيان السرطان. مش عارفين بيبقى عالي ليه، يقول لك بارا نيوبلاستيك سيمبتومز. يعني ايه بارا نيوبلاستيك؟ يعني دي بتيجي مع السرطان مش عارفين سببها ايه. شكرا يا جمال، مي تو يا حبيبي. جمال بيقول لك اي لاف يو، اي لاف يو. شكرا يا جمال، شكرا يا حبيبي. اسماعيل كان 90 وبقى 70. مينا سمير مصمم، لان مينا سمير بقى، بص خلي بالك اللي انا قلته كوم. مينا بقى انا هقول لك بياكل ايه. مينا كل يوم بياكل حلاوه طحينيه، مينا بياكل كل يوم مربى. فهمت؟ الحاجات اللي هتقعد في قولونك هتقعد كتير، وطالما انا قعدت وركنت في قولونك فانت بتعاني، وطالما ضغط بطنك عالي كذا يوم ورا بعض فانت هتعاني وهتتخن. انت فاهم؟ يعني انت خلي بالك، لو انت في يوم من الايام لقيت ان انا تخنت، اعرف يا باشا ان انا بطني فيها معاناه. يعني لو انا تخنت اعرف ان انا بعاني من بطني. عشان كده مش محتاج حد قدامي يقول لي قولوني تعبان ولا لا، انا بعرف من تحت، من لغده. ماشي، يعني من لغده اعرف قولونه تعبان ولا لا. بس من تحت عينيه هعرف قولونه. يعني لو عينيه منفخه قولونه ده بايظ. يعني الناس اللي بيجي لها، الناس اللي بيحصل لها ترسب في بعض المواد العضويه في بعض الاجزاء في جسمها، زي ايه؟ زي الكاربال تونل، يعني النفق الرزغي، زي تحت العينين بيري اوكيولر، بيري اورال، هنا الترسبات دي حوالين المناخير، فتلاقي ودانه ومناخيره بيكبروا وشلاضيمه بتكبر، فتلاقي شكله وشه بقى شبه النجر، يعني قلب افريكان. يعني هو كان يقول لك ايه شكله وهو صغير غير شكله لما كبر. مناخيره بودانه بشلاضيمه كبرت، فتلاقيه قلب افريقي كده. انت فاهم القصه دي؟ الديبوزيشن ده بيحصل في جسمك كله. الديبوزيشن ده يكون بقى بيديبوزت. بقى الديبوزيت ده ايه؟ امايلويد ممكن، فاهم؟ مواد كيميائيه تانية زي الكولاجين باصناف مختلفه، يقول لك ساركويد ممكن. تلاقي الترسبات هنا فيزنق لك عصب ممكن. انت فاهم قصدي ولا ايه؟ يبقى معنى كده
معنى كده ان انت ترسبات المواد الكيميائيه العضويه دي في بعض الاماكن بتبقى ليها اثار، ودي التهابيه برضو. يعني انا كل الكاربال تانل عندي خف. شكرا يا رعد، رعد سعد خالده، شكرا، اي لاف يو، شكرا كونسبت، شكرا. الترسبات دي ترسبات التهابيه في اماكن جسمك محتاج فيها التهاب، فيقوم قافل لك ده الرزغ ده، يقفل لك على عصب تاني معدي تحت، فيقول لك ده اللي هي بتبقى في الحوض هنا، في يقول لك مش عارف اسمها ايه الفورامين دي، اوبتيوريتور فورامين، يقول لك ده اوبتيوريتور فورامين سيندروم. العصب اللي معدي في الاوبتيوريتور يعني في الفورامين دي في العظمه دي اتغطى بحاجه فخنقه فاتخنق. ده غير الضغط بتاع البطن العالي، ما انت يا باشا ضغط البطن مسبب اصلي، ضغط البطن مسبب اصلي لضعف ترويه الاعصاب اللي ماشيه جواه. تجويف البطن ماشي فيه اعصاب وماشي فيه شرايين، كل ما الضغط يعلى في الانسجه البينيه الدم اللي واصل والاعصاب اللي بتوصل ما بتوصلش بصوره كويسه. الاء محمود يقول لك الفلفل الحار اتعبني امس، هو اسمه فلفل حار. شكرا 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 يا حبيبي، شكرا يا حبيبي، شكرا بابا. ضغط البطن الطبيعي صفر، ويتقاس ازاي؟ يتقاس من المثانه، يعني بندخل قسطره في مثانه حضرتك عن طريق القضيب بتاع سعادتك. مين اللي سأل السؤال ده؟ الاستاذ اللي بيتكلم. ضغط محمود اكثم، هو ده ضغط البطن. بنقيس ضغط البطن بندخل قسطره جوه المثانه البوليه، وبنقيس قدامها، بنملاها ميه، بنملى المثانه ميه بالانجكشن كده، ماشي، ولحد ما تتملي. واعمل زيروينج بقى، بجيب عصايه كده اهو ومليانه ميه، وانت دي متوصله جوه بالمثانه بتاعت حضرتك، واقول لك احزق، فانت تقوم قافل كده. اما تيجي تحزق، الحزقه دي بقى بترفع ضغط البطن. خلي بالك اللي انا عملته ده اسمه فالزالفا مانوفر. فالزالفا يعني ايه؟ يعني ترايل تو اكسهيل، يعني اعرف اطلع الهواء اجينست كلوزد ابيجلوتس، لسان المسمار قفلته اللي هو بتنفس منه كده كده، اقوم حازق بقى. فانت بتحاول تطلع الهواء وانت قافل ده، فضغط البطن بيعلى وضغط الصدر بيعلى. عارف ضغط الدم لو قسته بقى دلوقتي تلاقيه 400 على 350، ودي بتحصل مع رفع الاثقال. يقول لك دي اسمها فالزالفا. فالزالفا دي طريقه علاج ضربات القلب السريعه. اما واحد يقول لك ايه دكتور انا بيجي ضربات قلب سريعه قوي، فتقول له ايه؟ ابقى اعمل فالزالفا دي، فتوطي ضربات القلب. ليه؟ لان هم عمل الحركه دي على الضغط، فحصل ريفلكس على القلب فهدى الضربات. عشان كده كنا بنقول للعيان اللي بيجي له ضربات قلب سريعه احزق، اقفل نفسك واحزق اكنك هتطلع النفس وانت قافل بقك كده. فالضغطه دي لوحدها بتعلي ضغط دراعك. ادي يا باشا اثبات بسيط جدا. اللي يجي يقول لي ايه علاقه ضغط بطني بضغط دراعي؟ يا باشا اهو انا اعرف اعليه واوطيه بالمناسبه. يعني اعرف اعلي ضغط دراعك واوطيه بنفسك. انا هاجك شويه ضغطك ده يقل، اخليك تضغط نفس ورا بعض لبره ضغطك ده يعلى. انت فاهم القصه ولا لا؟ القصه سو سيمبل، يعني مش محتاجه فكر عالي. لكن ضغط البطن الاصلي صفر صفر. انا فوق اللي بالنيجاتيف، فوق اللي بالسالب، فوق اللي جاهز اوتوماتيك انه يشد هواء مجرد ما اسيب ايدي عنه كده. انا بقرب من الصفر بالمناسبه، يعني اول ما بملى صدري واقفل انا بقرب من الصفر. انت شكرا يا الاء، الناس النهارده داخله تحبني. طب اشكركم والله. حضرتك وانت بتاخد النفس كده انت مليت الصدر ده هواء، خلاص بقى صفر، هيبدا يطلع. فانت بتفك ده، يبدا الديافرام او الحجاب الحاجز يفك، فانت هتسيب الهواء اهو. الحجاب الحاجز هيشد اهو، فيقوم نازل لتحت ضغط البطن، مليت هواء. بعد كده هفك الحجاب الحاجز يفك لفوق، الحجاب الحاجز بيدوس على البطن. عشان كده يقول لك ايه؟ انت نفسك ابدومين وثراسك ولا ثراك وابدومينال؟ يقول لك الست بتتنفس
ابدومينال ثوراسيك، لان بتعتمد على البطن اكتر، عشان كده لما بتحمل نفسها ما بيتاثرش في البدايه. الست نفسها ما يتاثر. ايوه يا ام عيسى، الحجاز الحاجز انا دايما كنت احب اتريق عليه، يقول لك اصله اتفزق، حزق فاتفزق. اللي عنده برادي كارديا ده مشكله كبيره بقى، ده الدم اللي واصل للضفيره بتاعته قليل دايما، فاهم؟ فده لازم يمشي على النظام. مجرد حضرتك ما ضغط بطنك بيتظبط، في حاجات كتيره قوي بتتظبط بالمناسبه، انت فاهم قصدي؟ بس انا هنسيبكم عشان الناس عايزه تقوم تصلي. لو انتوا عايزين لايف النهارده بالليل، شكرا يا اشواق، اشكرك يا حبيبتي. لو انتوا عايزين لايف النهارده اكتبوا لي وانا اطلع لكم بقى لايف بالليل او الصبح بدري، شوفوا اللي انتوا عايزينه. انا كنت عايز اطلع اسلم عليكم، وناس تلحق تصلي بقى المغرب وصلوا العشاء وتدعوا لنا. خلاص، اللي عايز لايف لا اكتبوا، انا عايز، لان انتوا بصراحه المشاركات ضعيفه، يعني ما يبقاش عندي داخل على 700,000 والمشاركه بال 20 وال 30 شير. يعني ده لو مشاليل، يعني لو طقم مشاليل، انا اسف يعني، كان زمان الحاجات بالالافات. فالمفروض ده امانه عندكم. لو انت متفرج سلبي وراجل يعني مش، لو سمحت اعمل لي انفول وريحني. انا لو معايا فولور 200 بني ادم انا وبيحققوا اللي انا عايزه دول كفايه عليا، لكن وجودك معايا كده زي قلتك، لا انت عبء اصلا. يعني انت عيان وبتنهج وتخين واقرع وعبء عليا، فانت لازمتك بالنسبه لي صفر، معلش. فده يعني ما، فالاقي لا عايز الاقي تفاعل، عايزين لايف، الاقي الاف الكومنتات عايزين لايف، هو ده اللي احنا عايزينه. لكن انت قاعد بقى مستني واحد يجي لك، لا ما بحبش ده ولا بحب الجو ده خالص. استودعكم الله واشوفكم على خير. لا اكتبوا يا باشا، اكتبوا. سلام. تصبحوا على خير يا جماعه. لو عايزين لايف لا اكتبوا يا باشا، برضو اليوتيوب برضو لا، كل يا باشا تكتب يا باشا وتنشر وتعمل يا باشا، انت عليك مهمه، انت عليك مهمه تعملها. لو ما عملتهاش انا مش هكمل معاك على فكره بالمناسبه، عشان انت فاهم يعني، ده انا عينه دي ودماغي قد كده. سلام.